السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعضنا طاجن البامية باللحم. نيجي نشوف المقادير مع بعضنا. طبعا اللحمة انا كنت سويتها في الشوربة، ومعايا هنا نص كيلو بامية، ومعايا بصلاية كبيرة، ومعايا معلقتين صلصة، ومعايا قرن فلفل كبير، ومعايا توم، ومعايا بابريكا وفلفل اسود وسبع بهارات وكزبرة ناشفة. هنيجي بقى هنا على النار. اول حاجة هبدأ انزل باللحم، انا اسفة، باللحم. اللحمة هشوحها هنا واخليها تاخد صدمة علشان في الطاجن ما احسش ان هي مسلوقة. هشوحها من الجنب ده ومن الجنب ده. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتنسى اي طريقة كنت بتعملي بها الطاجن ده. هشوحها بقى وهطلعها، وفي السمنة دي هبدأ بقى انزل بالبصل. اللحمة هنا لما بتتشوح بتدي طعم جميل قوي في الطاجن. هنا خلاص بقى هركن اللحمة على جنب وابدأ انزل بالبصل. هقلبها تقليبه كده، اشوحها شويه وانزل بنص التوم اللي كان معايا. انزل بنصه هحمره مع البصله، والنص التاني اخليه شويه كده. بتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بالشير واللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناه، وتختاروا كل الكل علشان كل فيديو انزل تشوفوه. هنا نزلت بقرن الفلفل، ولو عندك فلفل حراق عادي ممكن تخليه سليم وتحطيه زي ما هو. هنا بقى هنزل بالبهارات. حطيت فلفل اسود، وحطيت بابريكا وكمون وكزبره ناشفه. هنا بقى معلقتين الصلصه. هبدا برضو اخد تشويحه كمان شويه. وهنا بقى بقيه التوم هبدا اضيف. يا دوبك بس التومه تاني مره دبلت حاجه بسيطه، ورحت نازله بالباميه. قلبتها حوالي الباميه حوالي بيجي دقيقتين. وبعد كده بقى هنزل باللحم. هنزل بقى بالصلصه بتاعتها، واسيبها تاخد على النار نص سوا، يعني الصلصه بتاعتها تتسبك. وبعد كده احطها في الفخار وادخلها الفرن. اخليها احطها في الرف الوسطاني واولع عليها الشوايه. انا ده بقى ملح، وزودتها كبشه شرب. اسيبها بقى تتسبك. وكده كانت اتسبكت معايا. هبدأ بقى اخدها على الفخار واحطها في الفرن. كده تمام. انا حطيتها في الفخار اهوتي. هبدأ بقى ادخلها الفرن واوريها لكم. وكده كان الطاجن بتاعنا بسم الله ما شاء الله كده تمام. وكده كمل سواه في الفرن. كان معايا هنا ملوخيه ومعايا رز بشعريه. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونوش باللايك والشير فضلا منكم وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله.